السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو بإذن الله سأعرض عليكم أجمل الأهداف التي سجلها المنتخب المغربي الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024. وقبل عرض هذه الأهداف أود أن أهنئ المنتخب المغربي على هذا الإنجاز الكبير والعظيم الذي حققه بباريس، وذلك بتتويجه بالميدالية البرونزية، والذي يعتبر إنجاز كبير. وبهذا الإنجاز يعتبر المغرب هو أول منتخب عربي يحقق هذا النوع من الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية، رغم أن المنتخب المغربي كان قادر على تحقيق سواء الميدالية الذهبية أو الميدالية الفضية، لكن بعض الأخطاء التقنية هي التي لم تساعد المنتخب المغربي على الوصول إلى النهائي وتحقيق إحدى الميداليات. لكن تبقى الميدالية البرونزية إنجاز كبير ويدخل في تاريخ خزينة المنتخب المغربي. وبعد هذا التقديم البسيط سأعرض عليكم أجمل 6 أهداف سجلها المنتخب المغربي، وسأبدأ بالهدف السادس. هذا الهدف كان من نصيب اللاعب سفيان رحيمي ضد المنتخب الأرجنتيني، وذلك بعد تمريرة رائعة من اللاعب بلال الخنوس، لكن التمريرة الأجمل كانت من نصيب اللاعب إلياس أخوماش. وبفضل هذه التمريرة العالمية هي التي جعلتني أضع هذا الهدف في المرتبة السادسة. أما الهدف الخامس فكان من نصيب اللاعب أمير ريتشارلسون الذي سجل هدفا رائعا بضربة رأسية، لكن الأمر الغريب أن هذا اللاعب لم يرتقي أبدا، فقط بفضل طوله الكبير سجل هدفا رائعا، والذي ساعد المنتخب المغربي على التأهل إلى الأدوار المقبلة. وهذا الهدف كان من تمريرة رائعة ومجهود رائع من اللاعب أشرف حكيمي. أما الهدف الرابع فكان من نصيب اللاعب أشرف حكيمي الذي سجل هدفا رائعا على المنتخب الأمريكي، وذلك بعد مجهود فردي رائع من وسط الميدان ومراوغة بعض المدافعين وركن الكرة على يسار الحارس. وهذا الهدف هو الذي أنهى المباراة، وبفضلها قدم المنتخب المغربي أداء رائعا ضد المنتخب الأمريكي. وبفضل المجهود الفردي الذي قدمه أشرف حكيمي حاز هذا الهدف على المرتبة الرابعة. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب اللاعب والنجم المتألق عبد الصمد الزلزولي الذي سجل الهدف الأول على المنتخب المصري عن طريق ضربة رائعة في القدم اليسرى لم يستطع الحارس التصدي لها. وهذه النوعية من الأهداف يتقنها كثيرا اللاعب عبد الصمد الزلزولي، وكان هذا الهدف هو السبب الذي أدى إلى توهج المنتخب المغربي وتسجيل 6 أهداف. في حين الهدف الثاني فإنه كان كذلك من نصيب اللاعب عبد الصمد الزلزولي الذي سجل واحدة من أجمل الأهداف عن طريق تسديدة رائعة في القدم اليمنى على يسار حارس المنتخب العراقي، والذي أكد به على أنه لاعب لديه مؤهلات كثيرة وقادر على تسجيل أهداف رائعة وعالمية. وهذا الهدف حاز على المرتبة الثانية نظرا للطريقة التي سددت بها الكرة، والتي لم يستطع حارس منتخب العراق التصدي لها. أما الهدف الأول فكان من نصيب النجم الذي تألق كثيرا مع المنتخب الأولمبي في هذه الدورة، وهو اللاعب أشرف حكيمي الذي ختم هذه الدورة بهدف عالمي عن طريق ضربة حرة لم يستطع حارس منتخب مصر التصدي لها، وكان هو الهدف السادس وهو هدف الخلاص الذي منح المنتخب المغربي الميدالية البرونزية. وهذا الهدف هو أجمل هدف بالنسبة لي، ويعتبر هدف رائع وهدف عالمي من ضربة حرة لم يتمكن الحارس من التصدي لها. وهذه الأهداف هي التي تعتبر أجمل أهداف بالنسبة لي في دورة الألعاب الأولمبية، رغم أن المنتخب المغربي سجل العديد من الأهداف إلا أن هذه الأهداف تعتبر أجملها. وفي هذه الدورة قدم المغرب أداء رائعا، وكما قلت في المقدمة كان باستطاعة المنتخب المغربي أن يصل إلى المباراة النهائية
ولما لا الفوز بالميدالية الذهبية، إلا أنه بعض الأخطاء هي التي أدت إلى إقصاء المنتخب المغربي من دور النصف. لكن كما قلت، يبقى الفوز بالميدالية البرونزية إنجاز تاريخي وإنجاز عظيم لم يسبق أن حققه أي منتخب عربي. وبهذه المناسبة نتمنى لبعض اللاعبين الذين قدموا أداء رائعا مع المنتخب المغربي الأولمبي أن يكونوا حاضرين مع المنتخب المغربي الأول، لأنهم يستحقون ذلك ويعتبر خير خلف لبعض اللاعبين. وأذكر من بين هؤلاء اللاعبين اللاعب إلياس أخوماش، وكذلك اللاعب الزلزولي، بالإضافة إلى النجم والهداف التاريخي للأولمبياد وهداف دورة باريس اللاعب سفيان رحيمي، الذي ضمن مكانا مع المنتخب المغربي بفضل أدائه الرائع، وبذلك يستحق أن يتواجد ضمن لائحة المنتخب المغربي الأول، لأنه لديه مؤهلات كبيرة التي يملكها أي مهاجم كبير، وهذا اللاعب يستحق أن يتواجد ضمن لائحة المنتخب المغربي الأول، بالإضافة إلى بعض المدافعين كالواحدي الذي قدم أداء رائعا ويستحق كذلك أن يتواجد ضمن لائحة المنتخب المغربي الأول. وبصفة عامة جل اللاعبين قدموا أداء رائعا مع المنتخب المغربي الأولمبي، ونتمنى لهم التوفيق سواء مع المنتخب المغربي الأولمبي أو المنتخب المغربي الأول، وكذلك مع أنديته. والسلام عليكم.